هادي ماشي مجرد قصة، هادي تجربة اللي غادي تعيش فيها بزاف ديال الأحداث واللحظات عمرك غادي تنساهم في حياتك. من أول القصة إلى آخرها جبت لكم قصة من متابع اللي غادي يحكي لنا أحداث عاشها في الدار ديال جدو. غادي يقول لنا شحال من مرة كندخلوا للحمام بالليل بلا ما نسميو الله، نبداو نكبوا الماء السخون أولا ندوشو ونغنيو، وكاين اللي كيمشي بعيد ما كيجي التسياق حتى للحمام حتى الليل، وكينساو باللي هاد البلايص بالضبط ماسكه لعوالم اخرى. كتسنى غير ديك اللحظه اللي الواحد يسها فيها ولا يدير شي غلط ولا يأذيهم باش يحضروا ليه ويقلبوا حياته سفاها على علاها. ما غاديش نحرق عليكم الاحداث من دابا وما غاديش نطول عليكم المقدمه، ولكن قبل ما نبداو بغيت نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، خليوا لي لايك وشي تعليق اللي يكون زوين بحالكم. وبالنسبه للاخوان اللي اول مره كيكتشفوا القناه، مرحبا بكم في العائله. كيشرفني بزاف انك تنضم للعائله ديالنا والقصص ينالوا الاعجاب ديالك، واللي بغى يكتشف ويستمتع بقصص اخرين مرحبا بك في القناه الاولى ديالي اللي هي علاء ستوري. غادي يطلع لك نيت دابا هنايا، وبلا ما نكثر عليكم في الهضره غادي نقول لك جلس ليا في شي بلاصه كار واستمتع بالقصه. بسم الله على بركه الله، نبدا. السلام عليكم، سميتي هشام وفي عمري 33 سنة. القصة اللي بغيت نعاود لكم اليوم طرات شحال هادي ملي كنت مازال صغير، وبالضبط طرات مع عمتي فاتحة. العائلة ديالي ساكنين في واحد الدار كبيرة، الفوق ساكن انا ووالديا، وليطاج التحتاني ساكن هذا عمتي وجده وجدتي وشي عمامي. هذا عمتي فاتحة هي الكبيرة في خوتها، ما مزوجاش. نهار عقلت عليها الراجل اللي جا كيخطبها حتى كيبداو كيوجدوا لديك الخطبه وداك العرس، الا كلشي كيتعكس ليها وكتبقى جالسه غير في الدار، وحتى شي حد ما كان كيفهم علاش ما كيتيسرش لهداك الزواج. بقات على هاد الحاله واحد المده طويله. انا في هاد الوقت كنت كنقرا في السادس ابتدائي، كنمشي للمدرسه مع الصباح، كنجي كنلقاهم موجدين الغدا، كنجلس نتغدى معاهم، نرجع تاني للمدرسه، وفي العشيه فاش كنرجع كنجلسوا ديك الجلسه العائليه، داك كاسكروط اتاي، ونجلسوا نتفرجوا في شي مسلسل. وملي كيسال هذا المسلسل هاد عمتي كطلع للسطح وتبدا تسياق من الفوق حتى الليطاج التحتاني فين ساكنين هما. ما كانتش كتدخل عندنا حنا الليطاج الثاني، ولكن كتنزل مع الدروج حتى لتحت. جده ديما كتقول لها هاد التسياق وهاد التخمال ديالك ديريه في الصباح ماشي حتى لهاد الوقيته، ولكن هي ما كانتش كتسمع ليها. كتقول لها انا في هاد الوقت عاد باش كيكون عندي الجهد وكتكون راشقه ليا باش ندير شي حاجه، واصلا في هاد الوقت كيبدا يجيني الملل، ما كاين ما يدار، اللهم نعمر وقتي بشي حاجه اللي تكون زوينه. هادشي غتبقى غادي بحال هكا واحد المده حتى لواحد النهار اللي مازال كنعقل عليه مزيان. وبالليل عمتي دخلت للطواليط، جلسات كتسيق وكتحك في الزليج، وكانت كدير ما سخون مع شي مواد ديال التنظيف. كتقول ديك الصفوريه اللي كتبان بالزليج وداك الكالكير ما خاصوش يبقى يبان ليها. ردت عليها الباب باش ما تخرجش ديك الريحه، يمكن كانت دايره الماء القاطع اولا ما عرفتش، الصراحه ما عقلتش مزيان. المهم رطات الباب حتى لواحد الوقت غادي نسمعوا واحد الضربه اللي كانت بالجهد، والصوت ديال واحد الغوطه اللي كانت مجهده تقدر تسمعها وانت في الزنقه. مشى جدي والوالد وعمامي كيجريو لعندها كيقولوا ياك مزلقات وضغط على راسها اولا تكب على داك الماء القادح. وداك الشيء اللي كانت كتحك به وصلوا قدام الباب تاع الطواليط، كيبان لهم الباب مسدود عليها من الداخل. بداو كيعيطوا لها وكيدقوا في الباب ولكن ما كتجاوبش. في هذا الوقت كنت انا يلاه نازل مع الدروج باش نشوف شنو طاري. وقفت حدا جده وبديت كنسمعها كتقول لهم راه ما كانتش ساده الباب، راه غير رده عليها، شكون اللي سدو بحال هكا. بداو كيدفعوا في الباب كيضربوه وكيقولوا يا ربي السلامه لا تكون طاحت على راسها ومغيبه تما. في الاخير غادي يفرعوا الباب ودخلوا عليها، وهنايا غادي نشوف انا واحد المنظر اللي ما قدرتش ننساه. مازال دابا كنتخيلو وسط عينيا عمتي كتبان لي طايحه في الارض وكاع معوجه وعينيها مقلوبين وكترعد. انا في هاد الوقيته صافي انا كنت خفت وبديت جالس كنبكي وكنترعد لهم تما. جده غادي تشد لي من يديا وطلعتني عند الوالده. اما لتحت فبداو كيحاولوا يهزوها من تما ويديوها للصالون، كيحركوا فيها كيف يقوها، ولكن هي ما كتجاوبهمش، ما كانتش في الوعي بذاك الوقت. غادي يهزوها من تما وداوها لمستعجلات. دوزت ديك الليله كامله تما. غد ليه مع الصباح انا كنت قاري، مشيت للمدرسه، وملي غادي نرجع غادي نلقى عمتي ناعسه في الصالون. جابوها وكتبان عليها مريضه. جلست حداها وبديت كنهضر معاها، قلت لها كيف بقيتي عمتي؟ هي كانت كتجاوبني كتهضر ولكن كيبان عليها مريضه. المهم تغدينا، داز داك النهار مزيان، وفي الليل تاني
مجموعين في الصالون في الوقيته ديال العشاء، حتى لواحد الوقت هاد عمتي تاني غتتحط ديك المعلقه وبدات كتشوف واحد الجهه من ديال الصالون. هنايا كيبان عليها وجهها تغير بحال الا شافت شي حاجه، بدات جالسه كتبكي وكتغوت لينا ما بغاش تسكت. صافي ما نعاودش لكم، انا بداك الوقت هاد الاجواء وهاد اللحظات اللي كنت كنشوف غادي ياثروا عليا بزاف وما قدرتش مازال نساهم. غادي نوضوا بداو كيسكتوها كيواسيو فيها وكيحاولوا يتنوا منها، كيقولوا راه غير مريضه اولا ديك الطاحه اللي طرات لها البارح هي اللي اثرت عليها. دازوا ايام وهادشي اللي كطرا ليها غير ما غادي وكيتكفس. فهاد الوقت ولات كتبان عليها بخير، كتنوض كتشقى كتحرك، ولكن كتوصل لواحد الوقت كتجي هذيك الحاله ديالها لدرجه مولين الدار ولا راتل معاها البال. كتكون جالسه حتى كتبقى كتهضر غير بوحدها، وملي كيسولها شي حد مع من كتهضري شنو كتقولي، كتقول لهم كنهضر معاهم. شكون هما ما عرفتش، وشنو كتقولوا ما عرفتش. المهم ما كتبغي تقول لينا والو. كيدوز واحد النهار كتولي بخير وعلى خير، ولكن من بعد شي ايامات الا عاوتاني كترجع لها الحاله ديالها، كتبدا كتهضر كتبكي. وهاد الحاله غادي نبقاو نعيشوها معاها واحد المده اللي طويله. باقي عاقل على واحد المره في الليل جالسين العائله مجموعين في الصالون، وانا كنت جالس كنلعب. في واحد الوقت غادي نمشي نبغي نجلس في واحد البلاصه، يلا غادي نجلس. هاد عمتي غادي تنوض كتجري من البلاصه، حمقزات الطبله وجات عندي شداتني من يديا ورجليا وسفات بيا وسط الصالون. هنا حتى شي واحد ما فهم شي حاجه، بقاو غير كيشوفوا. بدات كتخاصم عليا، واش انت حمق بغيتي تجلس عليهم؟ انايا صافي خفت منها، بديت كنبكي، بديت كنجري عند الوالده جده وجدي والوالد غادي يدوروا فيها وبداو كيخاصموا عليها. ومازال كنعقل ديك الليله غادي يتجمعوا واتفقوا باش يديوها للسبيطار ضروري، حيت هادشي اللي ولات كدير راه بزاف وديال الحماق. ولا بقات جالسه معنا في الدار في هاد الحاله راه تقدر دير شي حاجه اللي كثر من هادشي. لغد لا غادي تجيوها عند واحد الطبيب مختص في الامراض النفسيه والعقليه، وعاودوا ليه كاع داكشي اللي طرا معاها وداكشي اللي ولات كدير. من بعد غادي يدير لها شي تحليلات والسكانر وداكشي كامل، وغادي يخرج لها في الاخير شي دوايات اللي غادي يخليوها تبدا تكالما. خاص بقى تاخذهم في العشيه وفي الليل تنعس مرتاحه وما يجيهاش دوك النوبات نزال الصرع. قالوا بلي الحاله ديالها غادي تكون غير بسبب السيده كبرات وما تزوجات وبقات جالسه غير في الدار، وهذا الشيء مع الوقت غادي يدير لها واحد الضغط نفسي اللي غادي يزيد ياثر عليها مع ديك الطاحه اللي كانت طاحت. وبصح ملي بدات كتاخذ دوك الدوايات بدات الحاله ديالها غدا وكتنقص شويه. كنقولوا ايوا الحمد لله ولات بخير وعلى خير، ولكن ما غدوز غير واحد المده الا غادي يرجع ليها داك الشيء بجهد تاني. في واحد الليله كلشي ناعس، كان بارد الحال ديك الساعات، كنت مخشي في واحد المنطقه سخون وناعس مع راسي، حتى غادي نفيق على الصوت ديال الغواط والصوت ديال البيبان كيترتخوا في الدار بحال الا مضارب شي حد. شعلوا الضوء وكلشي نزل كيجري، كنقولوا يمكن الشفاره اللي دخلوا علينا. ملي غادي ننزلوا غادي نشوفوا بلي الدار كلشي مهرس لتحت، المواعن مهرسين والتلفازه طايحه وجده سخفانه طايحه في الارض، وعمتي كتبان جالسه في واحد القنت مربعه يديها ورجليها وكتشوف فيها وكتضحك. واحد المنظر كان كيبورش اللحم، خصوصا باللي دخلنا عندها للبيت غادي نلقاوها شاعله بزاف ديال الشمع اللي ما عرفناش منين جابته، ورسمه شي حاجه في الارض، شي تخربيقات اللي ما مفهومينش، وكانوا شي نقاط ديال الدم. ملي الوالد مشى بغى يجرها من البلاصه اللي جالسه فيها ودخلها للبيت، هنا غادي تضرب واحد الضربه اللي ما كانتش عاديه، ضربه ديال شي راجل اللي صحيح وكيتريني ماشي ديال شي مرا اللي كبيره. هنا الدار غادي تدخل معاهم داك البرد ديال هادشي اللي طاري ليها، راه ماشي غير مرض وصافي، ولكن شي حاجه اللي صعيبه بزاف. فغادي يتجمعوا عمامي ومشاو بغاو يشدوها، وغير بزز باش تحاماو وقدروا يكتفوها وجروها للبيت. هي كانت كتركل ليهم وكتغوت وما بغاتش تزكى ليهم، فما غادي لقاو غير الحل باش ربطوها وعطاوها واحد الدواء اللي كان خرج لها داك الطبيب في الحاله اللي جات هذيك النوبه ديال الصرع. دازت واحد المده والسيده بدات غادا وكترخى حتى غادي تغيب نعسات. هنا الدار ما غاديش يجيو من النعاس ديك الليله، كانوا خايفين لا تفيق وتصير في راسها شي مصيبه، فغادي يجلسوا وبداو كيناقشوا هذا البلان. قالوا غدا في الصباح غادي نمشيو نشوفوا شي راقي اللي يجي يرقيها لعل وعسى تولي بخير. لغد لا في الصباح اللي باقي كان عاقل كان بالجمعه، الوالد وعمي مورا الغدا غادي يمشيو يجيبوا داك الراقي. انا كنت جالس في الصالون، عمتي جالسه كتفرج وكتبان ترونكيل، مع غادي تحل الباب ديال الدار ودخلوا. هنا كتبان لي عمتي نقزات من البلاصه، مشات كتجري الجهه ديال الباب، بغات تطلع مع الدروج وتمشي للسطح،
ولكن الحمد لله مع بغا تخرج مع الباب الا غادي يشد عمي والوالد وداك الراقي ورجعوها للصالون. ايوا هنا غادي يبدا واحد الرعب تاني، ملي كنت كنشوفها كطيح وكتركل وكتغوت وهما شادينها غير بالزز وكيحاولوا يربطوها تاني. هنا غادي يهزوها من الصالون ودخلوها لبيت تالا وسدوا الباب. في هذا الوقت غادي نبقى نسمع الصوت نتاع داك الراقي كيقرا قران، وعمتي كانت كتغوت وكتقول ليه سكت سكت، وكتبان كتحاول بغات تخرقو في القرايه باش ما يبقاش مركز فيها. ولكن ما غدوز غير شي 10 دقائق الا السيد كيبان لينا حل الباب خرج عرقان وقال لهم باللي هاد السيده ما نقدر ندير لها والو، داكشي اللي فيها راه صعيب بزاف، ومن الاحسن تشوفوا شي فقيه اللي يكون متمكن مزيان في هادشي. صافي ملي سمعنا القضيه فيها الجن كلشي غادي يتخلع وغادي يبداو كيفكروا وكيقلبوا على شي واحد اللي يكون متمكن مزيان باش يجي يعالجها. غادي يجيو في الاول بزاف ديال الناس، كاين اللي كيحاول معاها كيقرا شويه كيحبس كيقول لهم لا راه ما نقدرش نكمل، كاين اللي كيجي مع الدخله ديال الباب كيقول لهم سمحوا لي ما نقدر ندير لها والو. على تزيد على هادشي دوك المشعوذين اللي كانوا كيجيو وكيبقاو يقولوا ديوها تزور هاد البلاصه ديوها عند فلاني راه ساكنه الفلان فلاني، خاصكم ديروا لها الذبيحه، خاصكم ديروا هادي. يعني بزاف ديال التخربيق غادي نوليو نسمعوا في واحد الوقت. انا الصراحه هادشي ما كنفهموش، اللي كنعرف هو شي واحد الا كان مريض كيتعالج بالشرع والقران ماشي بالزيارات والذبيحه لغير الله. المهم غادي نبقاو عايشين في هذه المعاناه حتى لواحد النهار اللي واحد السيد كيعرف جدي غادي يقول ليه راه كاين واحد الفقيه سوسي خدمته دقه بطله، عطاه لادريس ديالو وغادي يمشي لوالد وعمي باش يسولوا عليه. ولكن غادي يلقاو واحد المشكل، هذا الفقيه وقته عامر وباش يجي عندك خاصك تاخذ معاه واحد الرونديفو، هو راه كيسافر بزاف من بلاصه لبلاصه وداكشي اللي غادي يديرو. ولكن هاد المده اللي كنا كنتسناو فيها غادي تدوز ثقيله، خصوصا بداكشي اللي ولينا كنشوفو في الدار وكنسمعو. عاد زيد على هادشي دارس ديال الماعن الغواط وبزاف ديال الحوايج اخرين، حتى غادي يجي داك الوقت اللي دايرين فيه مع الفقيه غادي يمشي واحد عمي باش يجيبو. وفي الدار ما كنا عاودنا لعمتي والو، ما جبناش لها الخبر ديال راه غادي نجيبو واحد الفقيه جديد او اللي يجلسوا قدامه ويبقاو يعاودوا على هاد الفقيه، ما جابوش لها الخبر. في داك النهار كانت جالسه عمتي في بيتها حتى غادي يدخل داك الفقيه هو وعمي، وفي هاد اللحظه عمتي غادي تحل الباب ديال البيت ديالها وطلعت كتغوت مع الدروج وكتبان عليها خايفه بحال الا غتطرى لها شي حاجه. جاب الله تاني الوالد كان الفوق سمع الغواط حل الباب وتلقى لها في الدروج، تما غادي يشدها غادي يتحموا عليها بثلاثه وغير بالزز تاني باش كيقدروا يتحكموا فيها ويشدوها. نزلوها تاني ودخلوها للبيت ديالها. هنا داك الفقيه غادي يقول لهم لا قلبوه هشيش او لا كيتاثر دغيا يخرج من هذا البيت، وداك الدري الصغير طلعوه للفوق. هنا غادي تشدني الوالده من ليتي وطلعتني ليطاج الفوقاني، كنت جالس وكنسمع غير الصوت ديالهم. اما اللي بقى مع الفقيه في البيت غير عمي الوالد وجدي، غادي يسدوا عليهم الباب. وهادشي اللي غادي نعاود لكم طرا معاهم في البيت غادي يتعاود من بعد واحد المده، حيت كيف قلت لكم ذاك الوقت كنت خايف وكنسمع غير الصوت. الفقيه غادي يبدا تيقرا شي ايات وصور من القران اللي كيعالجوا السحر والمس، ومن بعد واحد المده طويله هو جالس كيقرا انا عمتي غادي تبدا كتهضر بواحد الصوت اللي كان غليظ وماشي ديالها. وهذه كانت اول مره غادي تهضر بداك الصوت. كانت كدير شي حركات قدام الفقيه اللي كانوا في شكل، ولكن هو ما كانش كيتسوق لها وكيبقى مكمل القرايه. حتى لواحد الوقت غادي يدفع الوالد وعمي ومشات كيتجري جهدو بغا تضربو، ولكن دغيا كيعاودوا يتلاحوا عليها ويشدوها مزيان ويرجعوها وتبقى جالسه كتسمع للقران. دازت واحد المده طويله وانا الفقيه غادي يبقى يسول داك الجن وكيهضر معاه. الفقيه كيقول لها اش درتي كهاد السيده، اش بينك وبينها وعلاش كتأذي فيها وكتعذب فيها. ولكن داك الجني ما كانش كيبغي يسمع ليه وكيبقى يدخل ويخرج في الهضره ويبقى يسب وكيدير بزاف ديال الحوايج اخرين. وملي كيدير بحال هكا كيعاود يرجع يكمل في القرايه حتى لواحد الوقت غادي يبقى يجاوبو وغادي يبقى يعاود ليه علاش كيعذب فيها وساكنها. قال لي هي استعاطنا وحنا صبرنا لها بزاف، ولكن باش تأذي لينا ولدنا الصغير وتحرقوا بالماء السخون والماء القاطع في الطواليط حتى لهادي لا. الوقت حنا اللي كنبغيو نجلسوا نرتاحوا فيه ونجلسوا مع عائلاتنا هي عاد باش ما كيجيها الصابون والتزياق وصداع الراس. الفقيه غادي يقول لي وهي في دارها دير اللي بغات على مالها شافتكم وبغات تأذيكم بالعاني. ولكن غادي يجاوبوا تاني قال ليه كيف ما هي دارهم راه دارنا حتى حنايا وساكنين فيها قبل ما تزاد وعمرنا ادينا شي واحد فيهم حتى اذاتنا. بقى مع الفقيه في واحد المده هو كيحاول يحلوا هذا المشكل اللي كاين، ولكن داك الجني ما بغاش يتفاك وكان مصير باش ينتقم منها. وهنا الفقيه بقى ليه غير حل واحد هو يحرق داك الجني حتى هو.
غادي يبدا الفقيه كيعالجها وكيدوز معاه بزاف ديال الحصص، وهذا الشيء غادي ياخذ واحد الوقت اللي كان طويل حتى غادي تولي كترجع صحيحتها شويه بشويه. دازت مده طويله وعمتي تحسنات الحاله ديالها شويه، ماشي ديك مزيان مزيان، ولكن الحمد لله ما بقاش كيطرى معاها داكشي اللي كان كيوقع لها في الاول، ديك المرحله اللي كانت صعيبه. فاش كنت صغير هادشي اللي كان كيطرى كامل كان اثر عليا بزاف، وكان كيخليني كل ليله نبدا نحلم شي حلمات اللي كانوا خايبين وبقى بالي معاه، وكل مره كنقول غادي تقدر طرا ليا شي حاجه وكنبقى راد البال، لدرجه الا كنت غنعس كنخلي شي ضو شاعل حدايا وما نعسش في الظلام. وهذا الشيء بقى مأثر عليا حتى لهاد الوقيته، خلى فيا واحد شويه ديال الخوف. شاركت معكم هاد القصه لعل وعسى يستافد منها شي حد، خصوصا الناس اللي كيخليوك حتى الليل وكيبداو في التخمال والرجيخ والصداع. فإلا كان شي واحد فيكم كيدير هاد الشيء يحاول يبعد منه ويخلي ديك الخدمه حتى للصباح ويكمل فيها هذيك الساعات. والله يحفظنا ويحفظكم كاملين. القصه ديالنا سالت هنايا، نتمنى تكون عجباتكم. هاد الاحداث ديال القصه طراو لبزاف ديال الناس، خصوصا في واحد الوقت اللي قديم، دوك العيالات اللي كانوا كيخليو حتى الليل ويبداو الجميع والتسياق وداك الشيء. غادي يكون شي واحد من عائلتكم اولا كتعرفوه كان كيدير نفس هاد الحوايج. كاين فيهم اللي ما طرا ليه والو، وكاين فيهم اللي كيقول باللي سمع شي حاجه ولا شاف شي بلان ومرض فيها. وكيف قال لكم هشام في القصه ديالو، الله يحفظنا ويحفظكم ويجيب السلامه، والله يجيب الشفاء لاي واحد كيعاني من شي حاجه ضاره. ايوا خوتي، اي واحد وصل معايا حتى لهاد اللحظه بغيت نقول لك شكرا بزاف على المشاهده. اكتب لي في التعاليق قصه رعب باش نعرف شحال من واحد وصل معايا حتى لهاد اللحظه. ونقول لكم دابا نشوفكم في الفيديو الجاي مع قصه جديده. السلام عليكم.